السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطالنا أبطال الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم. وزي ما وعدناكم إن شاء الله هنحل مع بعض هنا 10 فيديوهات، والعشر فيديوهات دول يغطوا لك كل نقاط ضعفك في المنهج. لو ما كنتش تابعت الفيديو الأولاني الفصل الأول روح تابعه، ويلا بينا مع عصير الكتب رقم 2 وبنك أسئلة شامل على الفصل الثاني. قول بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. والسؤال الأول بيقول: الصورة التي أمامك لخريطة سيناء في مرحلة الحرب ثم مرحلة التنمية المستدامة، في ضوء دراستك استنتج ما يتطابق مع الصورة من حروب محمد علي. طيب، هو محمد علي عمل حروب في الحجاز وفي المورة وفي الشام وفي السودان. أيا من حروب محمد علي دي كان فيها إصلاحات بعد ما خلص الحروب؟ مش هتقول الحجاز ولا المورة، امال مين اللي كان فيها اصلاحات؟ يبقى السودان، يبقى اول اجابة هتكون السودان. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: يعود سبب تغير موقف انجلترا تجاه المماليك عقب رحيل مينو. ليه انجلترا موقفها اتغير من المماليك؟ هتقول لي حلوة قوي دي، علشان فرنسا حسنت علاقتها بالسلطان. طيب يا مستر، فرنسا حسنت علاقتها بالسلطان، ندور عليها في الاجابات. تحسن علاقتها مع فرنسا، هل انجلترا تحسنت علاقتها مع فرنسا؟ لا. ولا استقرار مصالحها، ولا الخلافات مع الباب العالي. امال ايه تحسن انجلترا او تحسن علاقة فرنسا مع السلطان؟ ده بنسميه ظهور متغيرات سياسية جديدة. يبقى المتغيرات الجديدة ان السلطان اصبح صديقا لفرنسا، فقررت انجلترا ان هي تتخلى عن المماليك. اللي بعد كده بيقول: أراد محمد علي منذ بداية الحكم أن يمكن عائلته ليس فقط نفسه من حكم مصر، وهذه السياسة طبقها مين؟ على طول محمد علي حب يخلي عيلته هي اللي تحكم مصر. كذلك الخديوي إسماعيل حب يخلي عيلته هي اللي تحكم مصر، لما فضل ياخد من السلطان فرمانات لحد ما اداله فرمان ان يكون الاكبر ابناء اسماعيل سنا من الذكور لهم الحكم دون عن ابناء محمد علي. اعتمد محمد علي في نهضته على عدة عناصر، منهم الترك الشراكسة والأوروبيين، ثم بدأ إحلال المصريين تدريجيا محل. ولكن أول المجالات التي ظهر فيها المصريون بشكل أساسي، أول مجال كان فيه المصريين أكيد طبعا الزراعة. ليه؟ ان المصريين هم اصلا مصر ارض زراعيه خصبه، والانتاج الاساسي لمصر ياتي من الزراعه، فكذلك الحرفه الاساسيه لمصر كانت الزراعه. يبقى محمد علي اعتمد عليهم اعتمادا كبيرا في الزراعه. سؤال رقم 5 بيقول لي: من احداث عام 1843 ذكر احد المؤرخين ان قدم ابراهيم شيخ صناعه الكتان، او قدم ابراهيم شيخ صناعه الكتان عريضه يشتكي فيها بسبب وجود 140 قرش، امتنع المسؤول عن المصنع صرفها كأجرة للنساء مقابل عملهن في المصنع، ويطالب بضرورة محاسبته. حلو قوي. يبقى إذن شيخ الطائفة أو شيخ الصناعة بيشتكي رئيس المصنع. طيب بيقول لي إيه بقى؟ العريضة المشار إليها الوثيقة يصح أن تقوم الهيئات التالية بالتحقيق فيها. هي مين اللي تحقق مع رئيس المصنع ده؟ أكيد مش مجلس التجار ولا الديوان العالي ولا مجلس المخصوص، أمال جمعية الحقانية. ليه يا مستر؟ عشان هي كانت تحاكم كبار الموظفين، والراجل مدير المصنع ده من كبار الموظفين. السؤال رقم 6 بيقول: قال شامبليون وهو يقرأ النصوص المدونة على جدران المعابد في مصر: أشعر كأنني كنت أعمى لألف عام والآن أبصر. أي الأحداث التالية تسببت في هذا القول؟ كنت أعمى ودلوقتي بصرت. أكيد مش صحف، أكيد مش توصيل قناة السويس خالص، ولا الدواوين. أمال إيه؟ إزاحة الستار عن المستور، عن الحضارة المصرية القديمة. هو الذي أزاح الستار وقال لك خلاص أنا دلوقتي أنا شايف كل حاجة. عرف عن الإنسان أو عرف عن الإنسان المصري أنه سبيكة رائعة انصهرت عبر آلاف السنين في حب الوطن والدفاع عن أرضه والالتفاف حوله مهما كانت الظروف والأوضاع. في ضوء دراستك، أي من الأحداث الآتية فتحت الباب للشخصية المصرية للعودة لتصدر المشهد السياسي؟ هتقول لي إيه بقى؟ هل الحروب ضد الدولة العثمانية؟ لأ، لأن المصريين ما راحوش حربوا ضدها. القيام بثورات وطنية؟ لأ برضه. أمال آثار تأثير الحملة الفرنسية؟ أيوة هي دي آثار تأثير الحملة الفرنسية، لما اكتشفوا حضارة مصر القديمة واكتشفوا حجر رشيد، فذلك كان فتح الباب للشخصية المصرية العودة أن هي تتصدر المشهد السياسي.
سؤال 8 بيقول لي يستبعد من نتائج تطبيق سياسة الباب المفتوح، يعني ايه اللي مش منها؟ اولا استمرار الحكم المطلق الفردي، ده كان من ضمنها يبقى ما ينفعش. تخفيف القيود المالية على الفلاح، سياسة الباب المفتوح لا هو خفف القيود المالية فما ينفعش. تراجع قدرة المنتج المصري على المنافسة، كده كده متراجع فما ينفعش. امال ايه؟ يستبعد من سياسة الباب المفتوح وهي الابتعاد والامتناع عن القيام بالمشروعات البنية التحتية. ليه؟ لان هم ما قاموش بقى بانشاء طرق وشبكات الري والبنية التحتية ما كانتش من الموضوع، يبقى ده يستبعد منها. السؤال اللي بعد كده، يعاب على تجربة محمد علي الاقتصادية انها ايه؟ محمد علي تجربته الاقتصادية كانت قايمة على الاحتكار. طيب والاحتكار هي ايه؟ هي تقييد حرية الاختيار. يبقى اذا احتكار يبقى تقييد حرية الاختيار. السؤال اللي بعد كده 10 بيقول قام محمد علي بتغيير اوضاع الحيازة الزراعية. ليه؟ بهدف محمد علي غير الحيازة، خلى الارض ملكا له بدلا من ملكا للناس او للفلاحين، تبقى الارض ملكا ليه هو. من اجل ايه؟ التمهيد لقيام نظام اقتصادي جديد اللي هو نظام الاحتكار. ما هو لازم يسيطر على الارض عشان يقدر ينفذ سياسة الاحتكار، وهكذا فعل محمد علي. منح محمد علي بعض اختصاصات الهيئات الموضحة قدامك في الصورة مجلس النواب. ايه من المجالس دي يساوي او يوازي مجلس النواب؟ هتروح جري وتاخد مجلس المخصوص. ليه؟ لانه يقوم باصدار القوانين ويقوم باصدار التشريعات، يبقى قوانين وتشريعات على طول يشبه مجلس النواب، يبقى مجلس المخصوص. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايا من المواقف التالية دلت على ان سعيد باشا اجتهد لازالة الفوارق بين الطبقات. سعيد نظم الجيش وخلى كل الناس اللي تخش الجيش يكونوا متساوين. بعد ما كان الجيش ما بيخشوش غير الفقراء، اصبح الجيش مفتوح للجميع وكله بيدخل الجيش. يبقى الراجل ده استطاع، سيبك من التعليم، سيبك من قناة السويس ولا الدخولية، اصلاحات نظام الجيش. الصفحة اللي بعد كده والسؤال رقم 13 بيقول نال الجيش عناية محمد علي وسخر له كل جوانب الدولة لتوفير احتياجاته. صح يا عم. يستدل من صدق القول ان القول ده صادق. يستدل منه ايه؟ ان محمد علي عمل حاجات كتيرة قوي للجيش. بص، مدرسة أسوان ومصانع البارود ممكن تمشي. مدرسة أسوان والألسن لا، الألسن سيبك منها. ديوان البحر والديوان العالي برضو لا. أمال دلوقتي آخد دال ولا آخد ألف؟ ألف بيقول لي مدرسة الطب والمهندس خانة، يبقى هي ديت الأرجح. ليه؟ لأن محمد علي قام بإنشاء مدارس زي مدرسة الطب والبيطرة والولادة والمهندس خانة، كل ذلك لخدمة الجيش، يبقى الإجابة هي هنا. السؤال رقم 14 بيقول يعد مجلس النواب سنة 1866 الذي أقامه إسماعيل استكمالا لتجربة محمد علي عند تحديد اختصاصات ايه من المجالس اللي قدامك دي. مجلس النواب 66 هو مجلس استشاري إسماعيل عمله وكان منحة من الحاكم زي ما احنا عارفين. طب مين المجالس الاستشارية هنا؟ قول له على طول مجلس المشورة. طيب مجلس النواب أيام إسماعيل كان متكون من ذوي العصبيات والناس علية القوم، كذلك يا محمد علي مجلس المشورة عنده كان متكون من علية القوم. السؤال رقم 15 أجبر محمد علي أو أجبر محمد علي على تنفيذ بنود فرماني 1841 على عكس فرمان 1806، والسبب في ذلك ايه؟ هتقول لي السبب في ذلك سهلة دي. طيب ايه هي برضه؟ محمد علي عمل كده علشان حاجة واحدة، يواجه التحالف الأوروبي. وركز معايا في السؤال رقم 15 عشان ما نروحش في داهية. ليه؟ هو هنا بيقول لي محمد علي أجبر على تنفيذ بنود فرمان 1841 على عكس فرمان 1806. يبقى هو ما بيسألنيش في 1806، هو بيسألني في النص الأولاني ايه اللي خلى محمد علي ينفذ فرمان 41؟ عشان الدول الأوروبية كلها تحالفت ضده ووقفت ضده علشان تقضي عليه. يبقى خد بالك أيها الطالب، لابد أن تفهم إن السؤال 15 مش بيسألك في النص الثاني، مش بيسألك على فرمان 1806، ولكنه بيسألك على الجزء الأولاني فرمان 1841. السؤال رقم 16 بيقول شملت خريطة الرابطة العربية لمحمد علي مناطق مختلفة ولكن تعد الشام أهمها. اشمعنى الشام هي أهم منطقة؟ وترد وتقول علشان هي المنطقة الأغنى والفاصلة بين مصر والسلطنة العثمانية. اشمعنى يا مستر؟ بص يا سؤال، الشام ديت هي الفاصل بين البلاد العربية والبلاد العثمانية، فمحمد علي
قرر هل هي مقر دائم للحكومة المركزية طبعا الشام لا دي مستبعدة، ولا القضاء على العناصر المتمردة، ولا مكان المقدس للديانات الثلاث، امال هي المنطقة الاغلى لمحمد علي. فعشان كده محمد علي كان عايز ياخد الشام، اسبق بقى من الجزيرة العربية واسبق من السودان وهكذا. في يوم الجمعة 29 يونيو 1805 وردت انباء بقدوم حامل بريد من الباب العالي، وبعد 10 ايام وصل الى القاهرة وسط ابتهاج غامر. طب المرسول بتاع السلطان او الرسول جايب ايه؟ جايب خطاب من السلطان يثبت محمد علي على حكم مصر. يبقى اجابتي هنا هيكون سرعة رد فعل الباب العالي؟ لا يا حاج. غضب السلطان من خورشيد؟ لا برضه. امال خضوع السلطان لإرادة الشعب. الشعب قال له عايز محمد علي، فالسلطان وافق على محمد علي. سؤال 18. استفاد المصريون من تجارب الماضي فحققوا انتصارات في الحاضر. العبارة دي تنطبق على ايه؟ هتقولي تنطبق على الحملة الفرنسية. انتصارات؟ لا طبعا مش انتصارات. امال حملة فريزر؟ اه هي دي. ليه؟ لان المصريين استفادوا من تجارب الماضي الحملة الفرنسية فحققوا انتصارات في الحاضر لما قابلوا حملة فريزر، وخصوصا السيد عمر مكرم، وهو والمصريين تولوا قيادة المعارك، وفي نهاية هزموا فريزر ورجعوه مرة أخرى إلى الإسكندرية. كان العلماء يؤمنون بأن أي نزاع ذي طبيعة عسكرية حتمية يجب أن يخوضه العسكريون ولا يجب أن يكون للمدنيين يد فيه، ولكن العلماء غيروا هذه القاعدة. حلو قوي. امتى؟ لما قاوموا حملة فريزر برضو. يبقى لما رسموا خطوط المقاومة. أقول لك على حاجة، السؤال ده هو واقع عبء المقاومة في حملة فريزر على مين؟ على الشعب المصري، مع ان العلماء شايفين ان اللي المفروض يحمي البلد العسكريين اللي هو محمد علي، بس محمد علي كان مشغول بيحارب تحت في الصعيد، فلذلك العلماء هم اللي حملوا المقاومة. 20. دخل محمد علي عديد من الحروب، ولكن ما يميز حرب المورة ايه اللي بيميزها؟ اولا مش تنفع ديت عشان هي بطلب من السلطان العثماني. طيب رقم 2 بناء على رغبة شخصية، لا برضو ما تنفعش. بجنود وابناء مصريين بس مش تنفع. امال ايه اللي يميزها؟ يعني الحروب التي تمت، كل الحروب اللي تمت كانت بلادا عربية، ومحمد علي كان محتاج عشان يعمل رابطة عربية، الا الحرب ديت كانت خارج نطاق طموحات وتوسعات محمد علي. السؤال رقم 21 بيقول، يلا معايا، تدل توجهات محمد علي خلال الأزمة الاقتصادية 1808 على رفضه ايه؟ التفاف جموع الشعب. لما رفضش الموضوع ده، ولكن رفضوا تنصيب العلماء أنفسهم وصاية على السلطة. فاكرين ياض لما العلماء قال لهم من تحكم بالعدل ولا تبرم أمرا إلا بمشورتنا؟ فجت أزمة فيضان النيل ومحمد علي حب يفرض الضرايب. طب عشان يفرض الضرايب لازم ياخد رأي الشعب، فتنصيب العلماء نفسهم الكلام ده هو محمد علي كان رفضه رفضا قاطعا. يبقى ديت الإجابة الصحيحة. فإننا بايعناك على العدل لا على الظلم والجور. يصح أن تكون قد قيلت فين؟ زعماء الشعب هم بيقولوها لمحمد علي. طب زعماء الشعب بيقولوها لمحمد علي عند اجتماع دار المحكمة؟ لا، هم قالوا له ولا تبرم أمرا إلا بمشورتنا. أثناء حملة فريزر؟ برضو لا. أمال قالوها له إمتى؟ قالوها له بعد أزمة 1808 اللي هي إيه؟ اللي هي محمد علي وقف فيها قدام عمر مكرم لما فرض ضرائب على الشعب، قال له فإننا بايعناك على العدل لا على الظلم والجور، إن كده بتظلمنا وبتجور علينا، فيحتسب أنها قيلت بعد أزمة فيضان النيل. وقد استمال محمد علي الشيخ المهدي والشيخ الدواخلي بعد منحهم الهداية والهبات. يبقى هو جاب واحد اسمه الشيخ المهدي والدواخلي قدام هداية وقدام هبات. فلما اجتمع العلماء قال الشيخان أن اتهامات عمر مكرم للباشا اللي هو محمد علي بفرض ضرائب قاسية على الشعب لا أساس لها من الصحة. الله، باعوا وش عمر مكرم كده. الناس دول كانوا مع عمر مكرم ولكنهم باعوه. فالدليل ان محمد علي عمل انقسام في الزعامة الشعبية، والله حل نفسها من غير ما نكمل. يبقى الدليل على ذلك انقسام الزعامة الشعبية. أراد محمد علي التخلص من الصفوة الوطنية في نهاية العقد الأول من القرن ال19. صح، الصفوة الوطنية اللي هو مين؟ برافو عليه، اللي هو عمر مكرم. ليه؟ لأنه الوطنيين والناس دول كانوا عقبة أمام محمد علي بينه وبين مصادر الدخل. كل ما محمد علي يا حبيبي يجي يزود ضرائب، الناس دي تقف له وتقول له لا لازم تاخد رأينا، ويرفضوا.
فمحمد علي الصفوة الوطنية عايز يتخلص منها ليه؟ علشان هي عقبة قدام فرض الضرائب على الناس. سؤال رقم 25. ظهر لدى مصر قدرة على بناء أسطول أثناء التوسع في، حلوة قوي دي، الحجاز. وأنا محفظها لك في السنتر وقلت لك محمد علي فكر في إنشاء أسطول أثناء حرب الحجاز. طيب تعالى لي بعد كده. يصح الإطلاق مصطلح الاقتصاد المرسوم على أحوال مصر الاقتصادية في أي من الفترات؟ اقتصاد مرسوم؟ يبقى اقتصاد لازم تمشي عليه بالحرف الواحد؟ يبقى الاقتصاد بتاع محمد علي اللي كان فيه نظام الاحتكار. السؤال بعد كده، خصخصة الإدارة للموارد المالية. كلمة خصخصة يعني إيه؟ يعني يجيب الحاجة العامة ويخليها خاصة. شركة مثلا وليكن شركة عامة يبيعها بقى لما كانت عامة ملك الشعب كله اللي هو رجل أعمال فتبقى خاصة. فخاصة وخاصة وخاصة بقت خصخصة. خصخصة الإدارة لموارد الدولة المالية مصطلح اقتصادي يصح أن يطلق على الفترة التاريخية. هي تقول لي على طول خصخصة دي سياسة الباب المفتوح. ليه؟ ما عادش في حاجة عامة يا عم، كله بقى خاص، والخواجات والناس الأجانب دخلوا في المجالات الزراعية والاقتصادية، ودي اسمها الخصخصة. ظهر الفساد الإداري في علاقة إسماعيل مع السلطان العثماني من خلال إيه؟ حلو قوي، من خلال علاقته بفؤاد باشا. يروح لفؤاد يديله رشاوة، يقوم فؤاد يطلع له فرمانات. مين فؤاد ده؟ هو الصدر الأعظم للدولة. يبقى فؤاد باشا علاقته أو إسماعيل طلع الفرمانات وعمل فساد إداري بسبب علاقته بفؤاد باشا اللي هو الصدر الأعظم للدولة. طيب نجح علي بيك في خداع حاكم جورجيا المملوكي صالح بيك القسمي واستدرجه لاجتماع في القاهرة، ثم أغرى أتباع القسم باغتياله. حلو قوي ده، بيفكرنا بمين؟ حلو قوي. هتقول لي السلطان العثماني. ليه السلطان العثماني؟ أقول لك لما جاب السلطان العثماني محمد أبو الدهب علشان يقتل سيده علي بيك الكبير. يبقى إذن هو تخلص منه بالقتل وبالاغتيال، وتخلص منه بالقتل أو بالاغتيال. الرقم 30. في ظل سياسة الباب المفتوح، يعني سقوط نظام الاحتكار يا أولاد. تشوف باب مفتوح تساوي سقوط الاحتكار. طيب في ظل سياسة الباب المفتوح كمل، ايه اللي حصل؟ فإن عائدات الاستثمار سوف تتجه إلى، يبقى الفلوس اللي جاية من الاستثمار على طول يا مستر هتقول لي تتجه إلى البنوك الخارجية. ليه البنوك الخارجية؟ علشان بعد سقوط نظام الاحتكار وقعت مصر في ضائقة مالية وبدأ بقى الاستدانة. فأي فلوس اللي هتيجي بقى في ظل سياسة الباب المفتوح اللي هم خلفاء محمد علي هتروح لصالح البنوك الخارجية. يقول المستشار الألماني بسمارك إن البعض يستفيد من تجاربه، أما أنا فأفضل أن أستفيد من تجارب الآخرين. خلف محمد علي باشا رأي بسمارك خلفه عندما ايه بقى؟ بص كده، هو اعتمد على تجربته الشخصية عندما استبعد تجنيد الترك والأرناؤوط. يعني ايه؟ بص بقى، الراجل بسمارك بيقول لك انا بحب استفيد من تجارب الاخرين. محمد علي بقى خالف الرأي واستفاد من تجربة نفسه. ليه؟ لما جاب الاتراك الارناؤوط وكانوا عملوا ثورة عليه وكانوا هيقتلوه، فالمرة اللي جاية استبعدت تجنيد هؤلاء الاتراك. في ضوء دراستك لمسار خطوط السكك الحديدية التي تم انشائها في عهد سعيد باشا لنقل البضائع، تجد ان تصح ان تكون وسيله نقل للافراد. يعني ايه؟ يعني خطوط السكك الحديديه كانت معموله للبضائع، بعد كده اتجددت واصبحت تنقل الافراد. الكلام ده ينطبق على يعني من اللي انت درسته، ينطبق على منطقه الصعيد ولا ينطبق على بدو الصحراء ولا اطراف الحدود ولا سكان السواحل؟ واحده واحده معايا يا عم الحاج. هي السكك الحديديه اتعملت بين ايه وبين ايه؟ بين القاهره واسكندريه، وبين القاهره والسويس. طب قاهره يابا واسكندريه وقاهره سويس، يبقى اجابتك اللذيذه هتكون عد بقى. هل اجابتك تبقى التصدي اجابتك تبقى صعيد مصر، ولا اجابتك تبقى بدو الصحراء، ولا اطراف الحدود؟ بقول لك يا عم القاهره واسكندريه والقاهره وسويس على طول هتاخد سكان السواحل. هناك مؤشرات لنجاح تجربة محمد علي على تجنيد المصريين. حلو قوي. المؤشرات ظهرت امتى؟ لما المصريين يابا تصدوا لحملة فريزر. فلما المصريين تصدوا لحملة فريزر محمد علي قال بس خلاص الناس كويس، فبدأ ان هو يجندهم معاه في الجيش. وصل محمد علي لأبعد نقطة في مشروع بناء الرابطة العربية بفضل امتلاكه ايه؟ أبعد نقطة يعني مكان بعيد
اللي هي المقصود بها أدنى، اللي مقصود بها مفتاح الزحف إلى الأستانة. طب محمد علي وصل هناك علشان يمتلك منظومة اقتصادية قوية، اقتصاد قوي، ومنظومة عسكرية قوية. السؤال رقم 35 بيقول: ترتب على سياسة محمد علي في مجال ملكية الأراضي الزراعية. يبقى محمد علي وسياسته في مجال الملكية ترتب عليه: هل سيطرة الدولة على التسويق والإنتاج؟ ممكن تمشي. استقرار أحوال الفلاحين؟ لا. دعم السلطان لمحمد علي؟ عمرها ما حصلت. الاهتمام بمشاريع الري؟ ممكن تمشي. بس هو هنا بيقول لك ترتب يا صديقي. يعني ايه اللي ترتب على الملكية؟ لما الملكية الأرض ثبتت سيطرة الدولة على الإنتاج. ليه؟ لأن فرضت نظام الاحتكار وسيطرت على كل إنتاج الأرض. سؤال 36: تظهر حسابات محمد علي أثناء تسوية لندن، حلو قوي، إنها اعتمدت على إيه؟ هتقول لي تسوية لندن هي اعتمدت على التناقضات الدولية. ليه يا مستر؟ عشان اعتمدت على التناقضات بين فرنسا وبين إنجلترا. فمحمد علي اعتمد على فرنسا ظنا ان هي هتنجده، بس بعد كده خلت بيه وضحكت عليه. 37: تعرف المسلمون على اساليب قتال الروم في غزوة مؤتة. يا ما تكملش. ايه المعركة اللي هنا؟ ان الناس تعرفت على اساليب القتال. هتختار على طول المورا. ليه؟ لانها معركة في اوروبا، فبدأ الجيش المصري يحتك حضاريا باوروبا وياخد منهم الخبرات. 38: قامت في مجمل السياسة الاقتصادية لمحمد علي على اساس سياسة محمد علي على طول بتقوم على الاحتكار. بدور على الاحتكار. هل هو الاكتفاء الذاتي؟ لا. امال الامساك بسياسة العرض والطلب، انك انت تمسك بالعرض والطلب، يعني انت تعمل حاجة اسمها احتكار، برضو نفس المسمى. 39: استفادت الدولة من سياسة محمد علي الاقتصادية ويخرج عنها. يعني ايه اللي مش منها؟ اولا الدولة استفادت من الضغوط الخارجية يا مستر. التخلص من الضغوط الخارجية ده عنصر استفادة للدولة. خلاص. طيب رقم 2: إعادة ترتيب الطبقات. ده ما تنفعش. خلاص. القضاء على التواجد الأجنبي ممكن تنفع، بس استنى نشوف الاختيار الأخير. تحقيق فائض في الميزان التجاري. هل الدولة استفادت من سياسة محمد علي الاقتصادية ويخرج عنها الفائض؟ لا، ده الفائض ده منها، ما ينفعش. أمال يخرج عن سياسة محمد علي القضاء على التواجد الأجنبي. ما قدرش هو إنه يقضي على التواجد الأجنبي وظل الأجانب في مصر، حتى ظل الأجانب في الوظائف. السؤال رقم 40 بيقول: إن رحيل السيد عمر إلى دمياط مشهدا مؤثرا، فإن الجمهور قد أدرك عظم النكبة، وشعر الناس بوحشة كبيرة لنفي هذا الرجل الذي كان ملاذا لهم وملجأ لرفع المظالم، فاجتمعوا لوداعه، وكانت سيم الحزن والكآبة على وجوه المودعين، رغم التفاف الشعب حوالين عمر مكرم إلى أنه لم يتحرك ضد محمد علي. بسبب إيه؟ ليه عمر مكرم ما وقفش ضد محمد علي؟ هتقول علشان حاجة مهمة قوي، اللي هي بدأ يفكر هو في الأزمة الاقتصادية اللي حصلت، والأزمة الاقتصادية اللي حصلت هو اللي غلطان فيها. ليه؟ تعال اما افكرك. فاكر انت لما محمد علي عفى الناس من دفع الضرائب، بينما العلماء لم يعفوا الناس من دفع الضرائب؟ فراح جاي محمد علي وقع زعماء الزعامة الشعبية، من ضمنهم عمر مكرم في الشعب. فعلشان كده في السؤال رقم 40 بيقول ايه؟ هل لتخفيض الضرائب المقررة؟ اقول له لا. امال لكسب رضا السلطان؟ برضو لا. امتلاكه جيش؟ عمر مكرم معهوش جيش، ولكن اجتذابه لبقية الزعماء. يبقى اللي خلى التفاف الشعب حول عمر مكرم وهو ما اتحركش ضد محمد علي انه كان مجتذب لبقية الايه؟ الزعماء. اللي بعده: الشيخ المهدي والداخلي تاني الافضاء الى السيد عمر مكرم، بيكلموه بيقولوا له ان محمد علي باشا قال ان العمل الذي يقوم به الشيوخ يعد حركة ثورية ويتوعد بقمعها. المشايخ اللي بيقفوا ضد محمد علي وهو بيفرض الضرائب اعتبرها حركة قمعية وهو هيخلص منها. طيب الكلام اللي مكتوب قدام حضرتك ده تستفيد منه في اي المناسبات قيل؟ مش اكيد ثورة المماليك ولا حتى بعد فرمان 1806. امال الكلام اللي قدام منك ده حصل امتى؟ ايوه، اثناء ازمة فيضان النيل لما العلماء رفضوا ان هم يدفعوا الضرائب. السؤال اللي بعده: كان محمد علي ثعلبا ماكرا وحازقا حذرا. محمد علي كان ثعلب مكار وكان راجل حذر يعني، لكنه ايضا في نفس الحالة كان رجلا جذابا ذا تربية عالية واخلاق نبيلة.
ظهرت الصفات الأولى من الوصف السابق لمحمد علي في المواقف الآتية باستثناء إيه؟ باستثناء تطبيقه لنظام الاحتكار. في تطبيقه لنظام الاحتكار لا عرف النبل ولا عرف التربية هو أهم حاجة عنده يطبق هذا النظام، وبالفعل نجح في تطبيقه. سؤال رقم 43 بيقول: ظهر في مصر في النص الأول من القرن التاسع عشر طبقة من المتعلمين والمهندسين والعسكريين، ويرجع ذلك إلى كل هذه الطبقة ظهرت ليه؟ تقول لي علشان تطبيق فلسفة حكم جديدة. فلسفة الحكم الجديدة اللي هي بتقوم من انك انت تأخذ شأن الرعية وتأخذ رأي الرعية لما تيجي تقوم بقرار، يبقى دي اسمها تطبيق فلسفة الحكم الجديد. عالج محمد علي سلبيات الحكم العثماني التي عانى منها الفلاح. يبقى محمد علي بدأ ان هو يعالج الحاجات اللي الفلاح عانى منها، يعني كان تعبان منها. طيب يا مستر، عايز ايه السؤال؟ الحاجات اللي كانت تعانت منها الفلاح في الزراعة ملكية الأرض، فعشان كده ما تنفعش، عشان هو هنا قايل لي باستثناء. مشروعات الري برضه ما تنفعش عشان هم اهتموا بيها. جمع الضرايب برضه ما تنفعش. امال ايه اللي نستثنيه اللي مش منه؟ اقول له توفير الامن ما كانتش من سلبيات الحكم. السؤال اللي بعد كده 45 بيقول: مثل البحر الأحمر مسرحا للعديد من الأحداث التي درستها في هذا العام، وكان محط أنظار وكان على أو محط اهتمام عدة أطراف، فكان أقل حد من الاختيارات ما اهتمش بالبحر الأحمر. الحملة الفرنسية لا طبعا اهتمت بيه. انجلترا لا أو لأتين، فصل الخامس اهتمت بيه. محمد علي عيب عليك، ده طهر البحر الأحمر من القرصنة. أمال مين بقى اللي ما اهتمش؟ السلطان العثماني. سؤال رقم 46 بيقول: بمجيء الحملة الفرنسية كسرت العزلة الحضارية عن مصر، وتم بناء جسرين الغرب والشرق على يساره فيما بعد. ايوه يا مستر، يعني عايز ايه؟ يعني بص من الاخر، العزلة اتكسرت، بدأنا نعمل اللي احنا عايزين نعمله، حتى ان احنا بنينا جسرين. ماشي، جسرين بين الغرب وبين الشرق. الاجابة هنا هروح اخد ايه؟ مين بقى اللي كسر العزلة وعمل كده وجاي من اوروبا علشان ينشر العلم والمعرفة والحاجات دي عندنا؟ اكيد مش عمر مكرم ولا عبد الله الشرقاوي. امال مين؟ رافع الطهطاوي. والسؤال بيقول: ادار محمد علي ظهره للقوة التي تسببت في وصوله للحكم. يعني من الاخر محمد علي ساب الزعامة الشعبية، اداها ظهره. طب اداها ظهره دي وسابها امتى يا مستر؟ او من اجل ايه؟ هتقول على طول من اجل ان هو كان عايز ينفرد بالحكم. فلذلك ليه الناس دي قارفين وكل شويه يعترضوا، قال خلاص بقى يعمل معاهم ايه؟ ادار لهم ظهره بدل حاول ان هو يتخلص منهم. السؤال اللي بعد كده قول لي: بن نصوص الاتفاق بين السلطان ومحمد علي اعطاء محمد علي ولاية مصر مدى حياته، ومنحه حق تعيين الولاة وولايات الشام الأربعة عكا وطرابلس وحلب ودمشق، واعطائه كريت. حلو قوي. البند اللي حصل ده حصل فين؟ تقول يا مستر ده حصل في صلح كوتاهية. لك روح خده، مش هتلاقي كوتاهية. وبعدين بقى تلطم؟ لا، تستبدلها بحرب الشام الأولى. يبقى ليه بحرب الشام الأولى؟ عشان بيقول لك بعد ايه النص السابق ده كان بعد ايه؟ تقول له بعد حرب الشام الأولى. الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. يعني لو انا وانت مختلفين في رأي مش نفسد قضية لبعض، ومش حد فينا يفرض رأيه على التاني. ينطبق معنى القول السابق على علاقة محمد علي عند بنائه للدولة الحديثة. يا مستر، طيب بنائه للدولة الحديثة على يد، بص حلو قوي السؤال ده. الخلاف في الرأي لا يفسد ود القضية، فهمناها. ينطبق معنى القول السابق على علاقة محمد علي عند بناء الدولة الحديثة وعلاقته بإنجلترا. طيب الزعامة الشعبية مش أكيد، فرنسا بتروح وتيجي، روسيا عمرها ما قربت لمحمد علي. امال ينطبق النص السابق على علاقته بانجلترا اثناء بناء الدوله الحديثه. اللي بعد كده 50 بيقول: توصف حروب محمد علي في الجزيره العربيه بانها حروب ايه؟ احنا عارفين ان حروب محمد علي السلطان اللي بعته، وطالما السلطان اللي بعته ما تبقاش وجوديه، لان وجوديه دي بحاجه متعلقه بوجود محمد علي. طب هي حرب استنزاف برضه؟ لا مش تنفع. طب هي حرب اقتصاديه؟ طب هو كان عايز من الجزيره العربيه؟ ما كانش عايز حاجه اقتصاديه، ده السودان. امال هي حرب وكاله يعني ايه؟ يعني السلطان قال له روح بالنيابه عني فراح. السؤال اللي بعده بيقول: ان اذا المرء لم يدفع يد الجور ان سلطت عليه فلا يأسف اذا ضاع
مجده. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك بص، لو انا في حد جاي يضربني او الجور يعني الظلم يعني، او ظلمني وجا عليا، لو انا ما دفعتهوش فلا تأسف، ما تأسفش ان المجد بتاعك ضاع. طب الكلام ده بقى يتفق القول السابق مع الادوار التي لعبتها الشخصيات التاليه. طبعا الكلام ده مش رفاعة الطهطاوي ولا الكولونيل سيف. هل عمر مكرم ولا السادات؟ لا، عمر مكرم كان دايما راسه مرفوع، امال كان ينطبق هذا القول على السادات. ليه بقى؟ هقول لك على حاجه. لان السادات لما محمد علي جابه علشان يكون مكان عمر مكرم كان اداه طيعه في يد محمد علي. وكلمه اداه طيعه يعني هي الكلام اللي انا بتكلم عليه. السؤال اللي بعد كده بيقول تدل الاجراءات التي انجلترا اتخذتها في اعقاب استيلاء الفرنسيين على مصر. من الاخر كده، قلق انجلترا على مصالحها فين؟ مصالحها يا حبيب قلبي في الهند. انجلترا كان ليها مصالح في الهند. تيجي تعدي مصر عشان تروح الهند، إيه جنوب اسيا ولا المشرق العربي؟ طبعا المشرق العربي لا. المحيط الهندي برضه المحيط الهندي لا. امال اجابتك اللذيذه هتكون جنوب شرق اسيا تحديدا او جنوب اسيا. السؤال اللي بعد كده بيتكلم استفادت من اسماعيل من اخطاء محمد علي في نفس طريقه تعامله مع مين من الاطراف اللي قدام حضرتك ديت؟ هتقول على طول مع السلطان العثماني وتختارها من غير منافس. طيب ليه يا مستر؟ اقول لك على حاجه. اسماعيل اخطاء محمد علي كان في عناد وفي نزاع مع السلطان العثماني. فاسماعيل بقى جاء عمل ايه؟ قال لك طب وانا ليه اعاند السلطان؟ ما ناخده في جيبي. وفضل يديله فلوس والسلطان يديله فرمانات، يديله فلوس والسلطان يديله فرمانات. يبقى اذا هو تعلم من اخطاء محمد علي في طريقه التعامل مع السلطان العثماني. سؤال 54 بيقول كل قوة ضعيفة ما لم تكن موحدة. يعني طول ما انت مش متوحد قوتك هتكون ضعيفة. يتفق القول السابق مع الأحداث التي عاشتها مصر في مطلع القرن التاسع عشر. حلو قوي. مع مين يا مستر؟ اقول له مش مع مجيء حملة فريزر لان احنا توحدنا فيها، ومش في مذبحة القلعة لانها ملهاش دعوة بالمصريين، ثورة الشعب المصري 1804 ولا نتائج أزمة فيضان النيل. لا، الأقرب تكون نتائج أزمة فيضان النيل. ليه؟ لأن محمد علي استغل الانقسام فينا مستر في صفوف الزعامة الشعبية، واستطاع انه يتغلغل جواها ويوقع بن عمر مكرم. يبقى إذن كل قوة ضعيفة ما لم تكن موحدة. 55 بيقول لي يتشابه موقف فرنسا مع محمد علي على تسوية لندن مع موقف مين؟ رد اقول له على طول موقف فرنسا مع محمد علي ان هي تخلت عن محمد علي. صح ولا مش صح؟ برافو عليك. زي بالظبط موقف روسيا في معركة نزيب. ليه؟ هو مش روسيا ومحمد علي كانوا عاملين مع بعض معاهدة اسمها خنكار اسكيلاسي؟ مش عليك اسمها، بس المعاهدة دي هي اللي مكتوبة عندك الاتفاق السري مع محمد علي، اللي كان هذا الاتفاق السري بيقول ان هم يدافعوا مع بعض وقت الظلم او وقت ما يتعرضوا لخطر. فكانت هذه المعاهدة معاهدة دفاعية هجومية. يعني لو حد هجم على روسيا او محمد علي مثلا، السلطان يدافع معاه، ولو محمد علي جه هجم مع السلطان روسيا تدافع معاه. طب ما محمد علي راح ضرب السلطان في نزيب، فروسيا تخلت عنه بالفعل كما تخلت فرنسا عن محمد علي. السؤال اللي بعد، أظهرت أسباب بعض التوسعات رفض محمد علي، أو تاني أظهرت أسباب بعض توسعات محمد علي رفض المصريين. ليه؟ التوسعات بتاعته محمد علي، فالمصريين كانوا تماما يرفضون. نظم التدريب الحديث لا ده بتدربوا. محاربة الباب العالي ملهاش دعوة. فكرة الرابطة لا ما رفضوش، ولكن المصريين رفضوا فكرة التجنيد الإجباري، إنك أنت تجندنا كده تجنيد إجباري، فالمصريين رفضوها. النظرية التعاقدية تعرف بأنها الميثاق الذي تبنى عليه العلاقات بين الدول. ماشي. تتطابق النظرية السابقة على أي من شروط الولاية التي فرضتها الزعامة على محمد علي؟ شروط الولايه اللي هو الا تحكم بالعدل، فاكرين؟ ولا يبرم امرا الا بمشورتهم. بقول لك نظريه تعاقديه تبني عليه العلاقه بين الفرد والمجتمع. يبقى اذا في علاقه بيني وبينك، يبقى انت ما تعملش اي حاجه غير ما تشورني. يبقى الا يتخذ امرا الا بمشورتهم. السؤال 58 بيقول لي فشلت سبل الصلح بين الباب العالي اللي هو السلطان العثماني وحاكم مصر اللي هو محمد علي في العقد الرابع من القرن التاسع عشر بسبب مين يا مستر؟ بسبب الدول الاوروبيه على فكره. ليه بقى؟ لان الدول الاوروبيه افسدت العلاقه بين محمد علي وبين السلطان، وخصوصا انجلترا لما كانت عماله تحرض السلطان انه يضرب محمد علي، تحرض السلطان انه يتخلص مع محمد علي. يبقى ندور بقى على الدول الاوروبيه. هل الف رغبته في اسقاط الدوله العثمانيه ولا تحريض روسيا؟ برضه لا، ولكن تدخل عناصر خارجيه لافساد العلاقه. مين العناصر دي يا مستر؟ العناصر وهي انجلترا. لم ينشئ اسماعيل وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن هناك مؤسسات لعبت دورا في ذلك.
اسماعيل ما عملش وزاره شؤون اجتماعيه، بس كان في جمعيات بتساعد الفقراء وتجوز البنات الفقراء وتقوم بتعليم الناس بالمجان، وهذه الجمعيه عرفت باسم الجمعيه الخيريه الاسلاميه. يبقى الجمعيه الخيريه الاسلاميه مش ديوان المدارس ومش مجلس شورى النواب ولا العسكريه الحربيه. السؤال 60 بيقول: تعد الفرمانات التي حصل عليها اسماعيل من السلطان جزءا من خطته. فعلا. من اجل ايه يا مستر؟ كان بياخد فرمان علشان ينفرد بحكم مصر. ينفرد. ما تيجي كده نجاوب على كلمة ينفرد بحكم مصر، نجيبها من مش النهضة الاقتصادية ومش التخلص من الامتيازات، امال ينفرد بحكم مصر يعني استقلالية القرار السياسي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: رسخ محمد علي فكرة الجيش أداة للعمران بجوار مهمته العسكرية. يعني محمد علي خلى الجيش مهمة للعمران. ماشي يا عم. أدت هذه سياسة الجيش المصري في القرن التاسع عشر إلى تحقيق الهدف السابق. هل سياسة الجيش في الحجاز؟ طب أنت شفت الجيش راح بنى حاجة في الحجاز؟ لا. في المورا برضه لا، اتهزم ورجع. في اليمن لا. أمال فين؟ في الصومال. إمتى يا مستر؟ لما تعلم الصوماليون البراد والحداد والحرف من المصريين او من الجيش المصري. طيب السؤال اللي بعد كده 62 بيقول لي: استخدم مين المنابر الاعلاميه ليمينه اللي للترويج لافكاره مستفيدا من اي تجربه؟ مين اللي كان بيستخدم المنابر علشان او اسماعيل، اسف ده انا جاوبت السؤال طب يلا تاني معلش. استخدم اسماعيل المنابر الاعلاميه، يعني من الاخر اسماعيل كان بيستخدم الصحف والمجلات والحاجات ديت اسمها منابر اعلاميه عشان يروج افكاره مستفيدا من تجربه مين من دول عمل جرايد؟ مش كليبر ولا محمد علي ولا سعيد، هو مينو لما عمل جريده اسمها التنبيه. ليه؟ للتنبيه على الناس المعاديه للميول الفرنسيه. فاذا اسماعيل تعلم من مينو. السؤال رقم 63: ظهرت مصر دوله تمتلك زمام الامور ولديها القدره على اتخاذ قرارات سياسيه بسبب ايه يا مستر؟ مش بسبب تطبيق نظام الاحتكار؟ ممكن يمشي، بس استنى نفكر ونشوف الباقيين. طيب هل بسبب نتائج حرب المورة؟ ممكن تمشي. اقامة مشروعات كبرى؟ ممكن تمشي. فرض التجنيد الاجباري؟ لا دي بعيدة. طب تعالى واحدة واحدة. هل ناخد نتائج حرب المورة ولا تطبيق نظام الاحتكار؟ ده اقتصادي فممكن نستبعده دلوقتي عشان هو عايز قرار سياسي. طب اقامة مشروعات اقتصادية برضه اقتصادي. امال نتائج حرب المورة ليه؟ لان بدأ التفاوض مع حاكم مصر اللي هو محمد علي مباشرة واهملوا السلطان مين؟ العثماني. فلما عملوا كده واهملوا السلطان العثماني، الفكرة ان هنا بدأت حرب المورة تدي لمصر ان هي تعاملها الدول الاوروبية كدولة مستقلة، فارتفع شأن مصر واصبحت ذات سيادة او ذات قرار سيادي مهم. طيب السؤال رقم 64 بيقول لي ايه؟ بيقول لي: يخرج عن كونه. يعني ايه مش من الكلام اللي احنا هنقول عليه ده؟ التشابه بين فترة الحكم العثماني وفترة محمد علي على مصر. ايه التشابه؟ محمد علي فترة الحكم العثماني، بس خد بالك هو مش بيسأل في الشبه، امال عايز ايه؟ عايز يخرج عن الشبه، يعني مش منه. اقول لك على حاجه لذيذه: حرمان الفلاح من ثمره جهده. هو كده كده اتحرم من الاثنين. في محمد علي اتحرم لان الارض مش بتاعته، وفي العثمانيين فلسفه النظام السياسي حكم مطلق فردي وما اتغيرش. استمرار طوائف الحرف لا كانت مستمره. امال العزله الحضاريه ليه؟ لان اللي كان مش من الشبه ان السلطان العثماني والحكم العثماني فرض على مصر عزله، لكن محمد علي خلاها تنخرط وتبقى من البلاد المتقدمه زيها زي اوروبا. اصبح حمل السلاح للدفاع عن الوطن فاتوره يتحملها الجميع في عهد مين؟ ايدك تروح على سعيد على طول. يعني مين اللي ساوى بين الناس في التجنيد؟ اللي ساوى بين كل الناس في التجنيد وهو سعيد باشا. السؤال بيقول: أدت مشروعات الري الكبرى التي أقامها محمد علي إلى تغيير التركيب المحصولي للدلتا ولا تغيير نظام الملكيه؟ مال نظام الملكيه بره ده. طيب والجهد العضلي للفلاح؟ ملهاش دعوه. استقرار نظام الملكيه، يبقى انا عندي تغيير نظام الملكيه ولا استقرار؟ طبعا ما استقرش. امال هو ايه؟ تغيير التركيب المحصولي للدلتا. ليه؟ فاصبح هناك ري دائم، فلما بقى في ري دائم تغيرت انواع المحاصيل اللي موجوده في الدلتا اللي كانت بتتزرع على الري الغير دائم او الري العشوائي. السؤال 67 بيقول: ايا من اجراءات محمد علي الصناعه كانت بمثابه حل لمشكله اجتماعيه لسكان المدن الكبرى؟ ايه؟ كان هو بيحل مشكله اجتماعيه لسكان المدن الكبرى. تعال نقرا واحده واحده كده. هل بعثات ملهاش دعوه مدن كبرى بالبعثات؟ انشاء مصانع قطاع عام هو انشا، بس برضو مش هتحل مشاكل المدن الكبرى. امال حل مشاكل المدن الكبرى هنا برنس يعني بها البطاله. طب محمد علي حل البطاله ازاي؟ تقول لي لما عمل الصبيه في المصانع، لما اشتغل العيال في المصانع، فكده محمد علي تخلص من مشكله البطاله. طب اسماعيل مشروع ثقافي على اساس
السير في اتجاهين، الأصالة والمعاصرة. حلو قوي السؤال ده اهو. الأصالة يعني حاجة كده متمسك بيها وأصيلة وارثها أبا عن جدا، والمعاصرة يعني التقدم. في ضوء دراستك قيام إسماعيل بأيا مما يأتي تجاه الأصالة، ماشي؟ الأصالة يعني عايز حاجة عريقة. طب هتروح بقى تقول له ارسال بعثات علميه، ده مش اصاله. اقام مدارس البنات، ده اول هو من اخترعها. اطلاق حريه الصحافه، لا. امال انشاء جمعيه المعارف ليه؟ فاكرين جمعيه المعارف كانت بتحفظ امهات الكتب وبتدونها وبتطبعها؟ امهات الكتب يعني الكتب القديمه، يبقى اذا دي اصاله. 69 لم يتغير سياسه الولاة العثمانيين بعد رحيل الحمله الفرنسيه عما كانت عليه قبل قدوم الحمله على مصر، والدليل على ذلك ايه؟ يعني بقول لك من الاخر، سياسه الولاة العثمانيين بعد رحيل الحمله الفرنسيه ما اتغيرتش عما كانت قبل الحمله الفرنسيه. دليل لي دليل كده من الكلام ده، قول ان الناس دي كلها كان اهم حاجه عندها الفرق العسكريه بتاعتها، وان هي توفر لهم طعام وشراب وتوفر لهم سلطه وسياده على الشعب. ورغم ذلك كانت الفرق العسكريه ساعات بتعمل ثورات وتمرد. يبقى اذا لم تتغير عن دوافع تمرد الفرق العسكريه، ظلوا كما هم متمردين. مفيش استقرار ومفيش تجاره خارجيه، لان طريق راس الرجاء الصالح وما توددوش من المصريين. السؤال اللي بعد كده رقم 70 بيقول ايه؟ قيل عن فتره حكم مصر او حكم محمد علي على انها شعله أضاء نورها سماء البلاد بينما اكتوى بلهيبها بعض العباد. السؤال ده بيقول ايه بقى؟ بيقول يا مستر مين من الناس دول فترة حكمه كانت شعلة نورت البلد، ماشي، بس اكتوى بلهيبها حد من الناس اللي جايبهم لي في الاختيارات. اكتوى بلهيب محمد علي. طب يلا بقى، هل السلطان العثماني اكتوى بلهيب محمد علي؟ اقول لك لا، السلطان العثماني هو اللي كسب اصلا في النهايه. بكوات المماليك بكوات المماليك اتقتلوا بس انطردوا من خارج مصر. والي عكا، لا والي عكا ما الكلام ده ما اكتواش بلهيبه وبعض العباد. امال اكتر حد اكتوى بلهيب محمد علي وهو عمر مكرم. ليه يا مستر؟ زعيم الشعب وقائد الزعامة الشعبية هذه الفترة التي قيلت انها هي شعلة اضاءت نورها سماء البلاد واكتوى بلهيبها بعض العباد. اول واحد من اكتوى بلهيبها هو زعيم الشعب. عارف ليه يا حبيب قلبي يا غالي؟ ان زعيم الشعب ده اتعزل بعد أزمة 1808، اتشال خلاص بعد أزمة فضاء النيل. ولي عكا دي بعديها، والبكوات دول 1811، والسلطان ده آخر حاجة. فلازم السؤال 70 ده كلهم دقوا من مر محمد علي، بس أول واحد دق زعيم الشعب اللي هو عمر مكرم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي استطاع محمد علي تكوين منطقة عازلة بين قلب ممتلكات وادي النيل ومركز القيادة. القيادة العثمانية اللي هي تركيا الأستانة، تمام، قيادة وادي النيل اللي هي مصر. ايه بقى اللي بينهم؟ كان بلاد الشام. يبقى محمد علي خد بلاد الشام عشان يعزل مصر عن الدولة العثمانية. هل الإجابة هنا هتكون استكمال ضم السودان؟ دي مش معانا أصلا، وحصول على حق التوريث ملهاش دعوة. يبقى دلوقتي توقيع صلح كوتاهية هي الإجابة، ولا النتائج النهائية لمعركة نزيب؟ لا، أنا هاخد توقيع صلح كوتاهية، لأنه لما وقع صلح كوتاهية السلطان اعترف به إن هو ملكا على الشام، فخد الشام فحقق منطقة فاصلة. السؤال اللي بعد كده ورقم 72، سؤال 72 بيقول ايه؟ اعلى فنون الحرب هو عدم دخول الحرب. يا سلام عليك، احسن حاجة في الحرب انك انت ما تدخلش حرب. طب يعني ايه؟ منين مودي على فين؟ مين رايح لمين؟ قال لي تنطبق هذه المقولة على موقف السلطان العثماني تجاه مين؟ السلطان العثماني عمل حتة حربية من غير ما يخش حرب، كسب حرب من غير ما يخش حرب. اقول لك فاكر يا علي بيك الكبير؟ علي بيه لما كان بيضرب كل شويه في السلطان العثماني وعمل حركه انفصاليه ضد السلطان العثماني، هتقول ايوه يا مستر انا فاكره. اهو السلطان يعمل ايه؟ يجيب محمد ابو الدهب يخليه يقتل علي بيك الكبير ويخلص من الحركه الانفصاليه بتاعته. طب هل السلطان دخل حرب؟ لا، ما دخلش حرب. يبقى اذا كده السلطان عمل اعلى فنون الحرب، ان هو ما دخلش حرب وكسب حرب ضد زعيم الحركه الانفصاليه اللي هو علي بيك الكبير. السؤال ده حلو قوي للناس الرايقه. السؤال اللي بعد كده بيقول ارتبط توسع اسماعيل بانشاء مؤسسات ثقافيه يعني قراءه وكتابه وكلام ده من خلال صناعه الورق. يا باشا ليه؟ عشان المطابع. طب الورق دي صناعه حربيه؟ لا. طب تجهيزيه؟ لا. طب خدميه؟ لا. امال هي صناعه تحويليه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي حسب اراده الامه بعيدا عن استخدام القوه لاول مره. امتى حسمت اراده الامه بعيدا عن استخدام القوه؟ لما الامه عينت محمد علي حكم على مصر. طيب ايوه، بعيدا عن القوه ازاي؟ لما وصل فرمان السلطان يبلغ الناس ان محمد علي اصبح حاكم لمصر، فده اذا إرادة الأمة حسمت الموضوع. كانت بمثابة باكورة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية داخل مصر. باكورة يود يعني بداية.
بدايه المشاركه الشعبيه داخل مصر، الحكومه اللي نابليون لما جه قال للمصريين انا هعملها لكم، يبقى الحكومه الاهليه التي قد وعد بها نابليون، يبقى هي دي باكوره المشاركه الشعبيه. السياسيين كالقرود، السياسيين كالقرود، حلو التشبيه مش مشكله، اذا تشاجروا افسدوا الزرع واذا تصالحوا اكلوا المحصول. يعني كده خربانه وكده خربان. يبقى المقوله دي بتقول ايه؟ مرت علاقه الدوله العثمانيه بانجلترا بما يعبر عنه القول السابق من خلال اي من الاحداث الاتيه. هل اتفاق العريش وصلح اميان؟ طب اتفاق العريش وصلح اميان اصلا مش بينهم وبين بعض حاجات مترابطه اصلا. بلطة ليمان وتسويه لندن في حاجه مترابطه اللي هي الحاجه الاقتصاديه والسياسيه، بس برضه هنا مش في ولكن الاجابه بص بقى، حلوه قوي حلوه قوي، حمله فريزر يا باشا وبلطة ليمان. هتقول لي ليه يا مستر؟ بص، حمله فريزر السياسيين قد تشاجروا افسدوا الزرع. يعني ايه اللي حصل فيها؟ اقول لك بقى ليه. لان في حمله فريزر السلطان العثماني مع انجلترا اتخانقوا، دار بينهم خناقه، فالخناقه ديت احرقوا الزرع او افسدوا الزرع، عايزين يخلعوا خلع محمد علي. ليه؟ اتفقوا ان هم يشيلوا محمد علي من الحكم، سواء السلطان وانجلترا. السلطان مش عارف يشيله، راح انجلترا جايبه حمله فريزر وجايه تشيله. يبقى هو في تشاجر بين السياسيين عايزين يفسدوا الزرع او يخلعوا محمد علي اللي جابوه، واذا تصالحوا اكلوا المحصول. انجلترا برضو والسلطان برضو لما تصالحوا راحوا جايين عاملين ضد محمد علي معاهدة بلطة ليمان اللي هي فيها بيلغي نظام الاحتكار. والسؤال ده سؤال برنس واحلى مسا عليك وركز فيه لانه سؤال كويس قوي. السؤال اللي بعد كده 77 بيقول يتشابه علي بيك الكبير صح مع الخديوي اسماعيل، يبقى علي مع الخديوي اسماعيل بيتشابهوا في ايه؟ تقول لي على طول لاستقلال النقد للبلاد، وهي دي الاجابه اللي تنفع. ليه؟ لان الخديوي اسماعيل ضرب العمله باسمه، وعلي بيك الكبير شال صوره السلطان العثماني وحط برضه العمله وضرب العمله. مارس البدو حقوق المواطنه الكامله. البدو مارسوا حقوق المواطنه مش مع الباب المفتوح ولا مع الحمله الفرنسيه، امال مع لاعبهم دول في الانتاج. لما محمد علي اداهم اراضي، ماشي، اول ما محمد علي اداهم اراضي ظهر البدو كناس مستقرين او كطبقه مستقره داخل مصر. اخر صفحه يا بطل الابطال، لو وصلت لحد هنا يبقى انت مفيش حد زيك في الدنيا. والسؤال 79 بيقول يستدل من الاوامر التي امامك على ايه؟ من خديوي مصر الى محافظ الاقاليم التابعه لمصر ضروره دفع الاحوال الوحشيه، تمهيد الطرق والتاليف بين الاهالي وتوطيد الامن والحيلوله دون امتداد يد الاذى والضرر للمسافرين. حلو قوي. الاوامر دي مصر كان بتعملها في قاره افريقيا، فمن خديوي مصر الى محافظات الاقاليم التابعه لمصر اللي هي خاصه افريقيا. اذا ايمان مصر بدورها الحضاري في افريقيا لما عملت اصلاحات للقاره. نادى بتحقيق المساواه في التعليم بين ابناء المجتمع من الجنسين، سمع على طول. هو الذي قام بعمل مدارس للبنات، ولما عمل مدارس للبنات يبقى ده تحقيق المساواه. السؤال بعد كده امامك خريطه لحمله فريزر. حاول الانجليز الاستيلاء على رشيد وحماد من اجل ايه؟ هو عشان يدخلوا القاهره. هو جاي من هنا اهو من اسكندريه، راح على الحماد وبعد كده على رشيد وبعد كده عايز ينزل لتحت عشان يروح على القاهره. السؤال رقم 82 بيقول لك يخرج عن كونه احد نتائج الحروب المقابله قدامك يا باشا حرب المورة. دي كده هنا حرب اليونان اللي هي المورة. ايه اللي مش منه؟ مش من الحاجات اللي حصلت في حرب المورة. تعكر صفو البتاع، لا حصلت يبقى مش تنفع. نمو فكرة الانفصال حصلت يبقى مش تنفع. اكتساب الجيش، لا الجيش اكتسب. امال اللي مش منه ضم مناطق تخدم فكرة الرابطة العربية. وكده بطل الابطال يا وحش الوحيش خلصنا مع بعض كتاب المصدر. يلا بينا بسرعة واستحملني ندخل على كتاب الامتحان. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم ابطالنا ابطال القيصر في اسئله الفصل الثاني من كتاب الامتحان. السؤال الاولاني بيقول شهدت مصر حاله من حالات عدم الاستقرار بعد خروج الحمله الفرنسيه نتيجه ايه؟ ايه اللي خلى مصر يسودها حاله من عدم الاستقرار؟ وجايب لي شويه حاجات. حركات انفصاليه، لا طبعا الحركات الانفصاليه دوت مش بعد خروج الحمله الفرنسيه، ده قبل، اللي هو مقصود بقى علي بيه كبير. طب التنافس الداخلي والسيطره على الحكم ممكن تمشي. تحالف الانجليز مع الممالك التخلص من السياده العثمانيه، لا ما حصلش. تطلع الزعامه الشعبيه لتحقيق طموحاتها برضه لا. يبقى الاجابه هتكون ب التنافس الداخلي والخارجي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عزم السلطان العثماني على محاربه المماليك والقضاء عليهم بعد خروج الحمله الفرنسيه عام 1801 بسبب ايه؟ ايه اللي خلاه يقرر انه يقضي على المماليك؟ عشان المماليك كانوا عايزين ينافسوا في حكم البلاد. يبقى الاجابه هتكون تطلعاتهم السياسيه، كانوا عايزين ياخدوا منه حكم مصر فقرر
وقرر ان هو يقضي عليهم. السؤال بعد كده: هدفت بريطانيا من استمرار سيطرة اسطولها البحري على السواحل المصرية بعد عام 1801 الى بريطانيا عملت كده وهدفت كده بسبب ايه، او هدفت عشان ايه؟ تقول لي عشان بريطانيا اهم حاجة عندها تأمين طريق مواصلاتها الى الهند. تمام ماشي، بس مش هو تأمين التجارة العالمية، هي ملهاش دعوة بالتجارة العالمية، هي عايز تأمن طريقها هي، يبقى تأمين الوصول لمستعمراتها بالشرق هي دي الإجابة الأفضل، أو الأفضل والأمثل كمان. في ضوء النص المقابل أدت تداعيات معاهدة الصلح إلى. بص كده، يقول لك: ورد في كتاب تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر لعبد الرحمن الرافعي أن فرنسا قامت بإبرام معاهدة صلح مع تركيا في باريس يوم 9 أكتوبر. يعني فرنسا راحت عملت معاهدة الصلح في باريس 1801، وذلك لإزالة الجفاء بين الطرفين. المقصود بالمعاهدة ديت المعاهدة اللي عملتها فرنسا مع السلطان العثماني. طب المعاهدة دي نص أدى تداعياته نتيجة هذا الصلح أدت إليه؟ أدت إن إنجلترا في الأول كانت واقفة وبتساند المماليك، ولما شافت علاقة فرنسا تحسنت بالسلطان العثماني قالت أبدا، وراحت تخلت عن دورها في مساندة المماليك. وقوع صدام مباشر لا، استقرار أوضاع مصر الداخلية لا، تخلي إنجلترا عن مؤازرة المماليك. صح، مؤازرة يعني مساعدة أو مساندة. السؤال بعد كده بيقول لي: صار المماليك بعد خروج الإنجليز من مصر 1803 على خطى علي بيك الكبير، وظهر ذلك من خلال. هل ظهر ذلك من خلال تأمين طرق التجارة العالمية، التمسك بالحكم، ولا استخدام القوى العسكرية، ولا السيطرة على الملاحة؟ أولا مفيش ملاحة نهرية ومفيش تمسك بحكم الأقاليم. طب هل استخدام القوى للقضاء على الخلافات الخارجية؟ لا 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 لا, لا طبعا. المماليك قرروا ان هم يستخدموا القوى العسكرية 1803 لما بعتوا لينا حملة اسمها حملة فريزر عشان تيجي تشيل محمد علي وتعيين الألفي، والكلام ده حصل 1807. خلاص. السؤال اللي بعد كده بيقول: أيا من الأحداث التالية التي مرت بها مصر في مستهل القرن 19، يعني في بداية القرن 19، كانت جديدة على أوضاع البلاد؟ ايه اللي كان جديد على أوضاع البلاد في الفترة ديت؟ كده كده مش جديد عليهم ضعف الدولة العثمانية، ولا جديد تطلع المماليك للسيطرة على زمام الأمور، لأن المماليك كده كده كانوا مسيطرين داخليا. هل تأثر الزعامة في الأحداث، ولا إدراك الدول الاستعمارية أهمية موقع مصر؟ موقع مصر ده من زمان ماشي، مش من حدث جديد. أمال تأثير الزعامة الشعبية في الأحداث. طيب تأثيره إزاي؟ أقول لك: في مستهل القرن ال19، يعني في بداية القرن ال19 الزعامة الشعبية كان ليها دور سنة 1805 لما عينت محمد علي غصب عن عين الكل. يبقى ده الدور بتاع الزعامة الشعبية في هذه الفترة. السؤال بيقول لي بعد كده: كان محمد علي من الشخصيات التاريخية التي غيرت تاريخ مصر الحديث. تمثلت أولى خطوات محمد علي للوصول إلى الحكم عن طريق إن هو محمد علي أول قرار يتخذه وأول خطة يمشي عليها علشان يوصل لحكم مصر ما كانش مهاجمة المماليك ولا مراكزهم في القاهرة، أمال كان بيجاهر بالعداء بالسلطة الحاكمة. مين السلطة الحاكمة؟ المماليك، لأنهم يسيطرون على إدارة مصر الداخلية. يبقى أول حاجة هو جاهر العلماء بالعداء للسلطة الحاكمة، وبعد كده راح جاي مهاجم المماليك. يبقى أول حاجة المجاهرة الأول. المجاهرة يعني قال للناس إن أنا مش راضي عن سياسة المماليك في مصر. تعد أولى مكاسب محمد علي من انحيازه لصفوف الأمة وانحيازه للشعب المصري 1804. اول حاجه الراجل ده مكسب حققه ان المصريين نظروا ليه ان هو كرجل عادل وابن حلال ويكره الظلم ومش عارف ايه. يبقى اذا مش تعيينه حاكم لجده ولا توليته حكم مصر، لا ده كان 1804 وهو تولى مصر 1805. امال يا مستر هقول ارتفاع قدره ومكانته عند المصريين. السؤال اللي بعد كده: من المهارات التي يجب توافرها في رجال الفكر والسياسه القدره على اختيار الوقت المناسب والتحلي بالصبر حتى تجني الثمار. انك انت تختار الوقت المناسب علشان تاخد ثمار. السؤال ده سؤال دور تاني 2025 السنة اللي فاتت. أي المواقف التالية طبقت فيها المهارة السابقة ليحققها صاحب هذا الهدف؟ قولها على طول. أما محمد علي موقفه من ثورة الشعب عمل إيه؟ استغل الموقف، ولما شاف فيه ثورة حاصلة انضم للشعب. رجل اختار الوقت المناسب. مش بس كده، تحلى بالصبر، ما طلبش الحكم، خلاهم هم اللي يدوا له الحكم مره ويرفض ويدوا له الحكم مره تانية فقبل. يبقى اذا موقف محمد علي من ثوره الشعب 1804. السؤال اللي بيقول: اقترح محمد علي اطلاق سراح خسرو باشا من سجنه وتعيينه واليا على مصر من اجل رغبته في
على طول عشان يركب بقى عند المصريين ويبقى هو البطل بتاعهم، وعشان يبقى هو الرجل الصالح اللي ما بيحبش الظلم ولا الفساد، يبقى اذا لزيادة ثقته وثقة الشعب المصري فيه. اتفق كل من خسرو باشا وخورشيد باشا فيه. هم خسرو وخورشيد الاثنين كانوا متفقين في ايه؟ ان هم الاثنين يحاولوا يتخلصوا من منافسيهم السياسيين. ازاي؟ خسرو باشا تخلص من طاهر باشا، خد بالك الحتة دي مش مشهورة في المنهج ولو جت سؤال هتعورك. و اسمه ايه التاني ده؟ خورشيد باشا كان عايز يتخلص من محمد علي. يبقى هما الاثنين اتشابهوا في محاولاتهم التخلص من منافسيهم. عدو عاقل خير من صديق جاهل. يبقى انت لما تاخد واحد عدو بس عاقل افضل من انك انت تاخد صديق بس جاهل. ده ينطبق على مين؟ حليناها بدل المرة 20 مرة. القوى العثمانية الداعمة لخورشيد باشا، واللي مش عارف ليه خورشيد باشا ما كانش معاه جيش، طلب من السلطان يبعت له جيش. قام السلطان كان في ناس عارفينه اسمهم الدلاء او المتهورين او المجانين، قام بعتهم لخورشيد. فالمفروض الدلاء والمتهورين دول يجوا لخورشيد يبقوا سلاحه في رفعه مكانته عند الشعب المصري وكذا. الناس دي جت ضربت في الشعب المصري وقتلت فيهم وسرقتهم، فاصبح هذا الصديق بتاع خورشيد اللي هو الجاهل اضره اكتر من نفعه، ولا هو اضره. يبقى اذا عدو عاقل خير من صديق جاهل. السؤال بعد كده: يمكن تطبيق مضمون النص المقابل على موقف الشعب عند موقف الشعب المصري عند اختيار محمد علي وليا على مصر. ليه؟ لان بص كده المقولة، الفيلسوف جان جاك روسو بيقول في كتاب العقد الاجتماعي: هناك عقد بين الشعب والحاكم. قال لا، هو العقد ده بتاع مين؟ لما اختاروا محمد علي وعملوا معاه عقد ألا يحكم إلا بالعدل ولا يبرم أمرا إلا بمشورتهم، يبقى هي دي الإجابة. السؤال اللي بعد كده 14 بيقول: اتبعت الدولة العثمانية سياسة تجاه محمد علي في بداية حكمه تعبر عن عدم ارتياحها لطريقة صعوده السلطة، والحدث الدال على ذلك إن هي لما إنجلترا قالت لها روحي بدلي محمد علي، قام السلطان العثماني راح وبعت رسول ومنشور ان هو يعزلوا محمد علي وعينوا واحد اسمه موسى باشا، والسلطان استجاب. يبقى اذا استجابه لاستبداله بوالي اخر اللي هو موسى باشا. السؤال 15 بيقول: اصدر السلطان العثماني فرمان 1806 ماشي يا حاج بنقل محمد علي الى ولايه سالونيك باليونان وتعيين موسى باشا. وسبحان الله ان السلطان العثماني فضل نقل محمد علي من مصر بدلا من عزله. ليه؟ عشان ما يحصلش مع محمد علي تصادم. ما هو لو عزله، طب تعزلني ليه يا عم الحاج؟ انا والي اروح في اي حته تانية والي، تنقلني ماشي، تعزلني لا. لكن محمد علي لا اراد النقل ولا اراد العزل، يبقى الاجابه هنا رغبته في تجنب الصدام مع محمد علي. السؤال اللي بعد كده بيقول: قام محمد علي باستخدام قوى الشعب المصري قبل وبعد توليه. ايوه قوي قوي، حلو قوي السؤال ده. ليه قبل وبعد توليه حكم مصر؟ علشان يرضي طموحاته. ماشي. طب ازاي مستر قال لهم قبل؟ لما الشعب المصري وقف معاه وعمل له العقد الاجتماعي وخلاه حاكم، ادي قبل اهو. وازاي بعد؟ لما السلطان بعت له جواب بيقول له انت معزول او منقول الى ولايه سالونيك باليونان، ولكن الشعب المصري رفض. يبقى هو استخدمه قبل وبعد. طب استخدامهم ليه؟ عشان يحقق طموحاته السياسيه في الانفراد بحكم مصر. سؤال 17 بيقول: تعب نقطة فاصلة أو تحول في مسار العلاقات الإنجليزية العثمانية في أوائل القرن التسعتاشر. إيه هي النقطة الفاصلة في العلاقات العثمانية الإنجليزية؟ أولا العثمانيين والإنجليزيين كانوا مع بعض زي السمنة على العسل، لحد لما الإنجليز قالوا للسلطان العثماني شيل محمد علي وهات أي ولي تاني أو هات الألفي. ما عرفش السلطان يعمل كده، فالإنجليز بعتوا حملة فريزر. يبقى إذا نجاح المصريين في فرض إرادتهم السياسية إن هم يخلوا محمد علي زعل مين؟ برافو عليك، زعل السلطان العثماني من انجلترا. اللي بعد كده بيقول لي رقم 18 وبيقول: اثبتت الحملة الانجليزية بقيادة فريزر سنة 1807 تنسيق بين محمد علي والزعامة. طبعا مش نسق محمد علي ولا الزعامة، نسقوا مع بعض. عدم خبرة الانجليز بجغرافيا مصر، اولا جغرافيا ولا تاريخ. امال نجاح التنسيق؟ مفيش تنسيق. امال افتقاد الحكومة البريطانية للمعلومات الكافية. ليه يا حبيب قلبي؟ لان مات الالفي قبل وصول الحملة بشهرين، ولما مات الحملة ما كانتش عندها خبر ان هي تعين قائد مكانه او تستعد تشوف مين حد يناصرها، فكانت بريطانيا ما عندهاش معلومات كافية. اثبتت هزيمة انجليز في رشيد والحماد مالها يعني؟ ان الشعب المصري عنده خبرة في مقاومة المحتل. اشمعنى؟ لان وقع عبء المقاومة على الزعامة الشعبية وعلى زعيم الشعب عمر مكرم. فاذا يا استاذ لما يكلمك على هنا هتقول له ان الزعامة الشعبية هي اللي كانت قاتلت ضد الانجليز، فدي يبقى خبرة الشعب بمقاومة المحتل.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي ادت الاحداث ونتائج حمله انجلترا على مصر سنه 1807 الى ايه؟ الى زياده الخلاف بين السلطان العثماني والزعامه الشعبيه، او الانقسام في صفوف الزعامه الشعبيه. اسف، مالش السلطان ملوش دعوه هنا، ده سؤال حليناه قبل كده فوق. ازاي يا مستر؟ هتقول لما نجح عمر مكرم في التصدي لحمله فريزر، بدأ الناس توغر قلب محمد علي على عمر مكرم، يعني يوقعوا بين عمر مكرم وبين محمد علي. يبقى إذا حصل تعميق في صفوف الزعامة الشعبية. شكل الخلاف بين محمد علي ونقيب الأشراف خلال الأزمة الاقتصادية نقطة تحول في تاريخ مصر، والذي أدى إلى إيه؟ تقول لي على طول أدى إلى تطويع القوى الوطنية لصالح أهدافه. يا مستر يعني إيه الكلام ده؟ لما دب الخلاف بين محمد علي وعمر مكرم اللي هو نقيب الاشراف، راح جاي عزله الى دمياط. طب لما عزله الى دمياط، راح جايب واحد مكانه يمسك الزعامه الشعبيه اسمه محمد السادات. وهو بقى بيقول لك ايه؟ ان كان السادات ده اداه طيعه في يد محمد علي، يعني تطويع الحركه الوطنيه. فشلت الزعامه الشعبيه بمصر في فرض ارادتها السياسيه على محمد علي في العقد الاول من القرن 19. فشلت فعلا في العقد الاول من القرن 19. ليه؟ بسبب مكر محمد علي، بسبب الدهاء السياسي لمحمد علي. ازاي؟ لما حصلت ازمه فيضان النيل الثانيه، فالزعامه الشعبيه قالت لمحمد علي ما تفرضش الضرائب على الناس، فمحمد علي راح جاي مركبهم الزحلية على طول. ليه؟ نهرهم محمد علي ووبخهم لانهم لم يفعلوا مع الناس مثلما فعل هو معهم. قال لهم ايه؟ انا عفيتكم من الضرائب وانتم ما عفتوش الناس، مش تتكلموا معايا. وراح جاي عازل عمر مكرم وجاب مكانه السادات. يبقى ده كله مكر ودهاء من محمد علي. السؤال اللي بعد كده رقم 23 بيقول لي بتخلص محمد علي من الزعامة الشعبية تم ايه؟ هتقول لي تم التخلص من قاعدة الحكم الدستوري ولا اكبر منافسيه؟ لا. استقرار بلاد؟ لا. تخلص من قاعدة الحكم الدستوري. هي مش الزعامة الشعبية دي كانت عاملة معاه العقد، ماشي، اللي هو عقد الولاية او فرمان او نص الولاية، لو قال لا يحكم بالعدل ولا يبرم امرا الى مشورتهم، فلما يعزلهم يبقى كده تخلص من القاعدة دي خلاص. يرى بعض المؤرخين انها سبة ونقطة سوداء في تاريخ محمد علي. النقطة السوداء اللي في تاريخه وايه السبة اللي في تاريخه؟ ان هو خان المماليك في مذبحة القلعة. خد بالك ده دور اول 2025 السنة اللي فاتت، مش تفاوضه مع نابليون خالص، هو ملوش دعوة ولا الحرب الحجاز ولا الاعتماد على المصريين في الجيش. امال ايه؟ مذبحة القلعة، لان دي تعتبر خيانة عهد، ومحمد علي كده خان العهد مع المماليك. السؤال 25 بيقول اصبح محمد علي صاحب الحل والعقد في مصر المطلع العقد الثاني من القرن 19 الميلادي نتيجة ايه؟ ترد عليا وتقول لي نتيجة امتلاكه زمام الشعب والفرق العسكرية. يا مستر يعني ايه الكلام ده؟ وضح. ان صاحب الحل والعقدة يعني هو الامر الناهي وهو اللي بيعمل كل حاجة. امتى؟ لما تخلص من الزعامة الشعبية. امتى؟ في مطلع العقد الثاني من القرن 19، فلما امتلك زمام الشعب اللي هو الراجل اللي اسمه السادات الطيب ابن الحلال، ولما تمكن من الجيش اللي هي الفرق العسكرية. السؤال بعد كده 26 بيقول لي حاولت مصر من بدايات القرن 19 الميلادي تحقيق الامن الداخلي بتطبيق سياسة اقتصادية من خلال ايه يا مستر؟ ترد عليا بصوت عالي كده وتقول لي من خلال نظام الاحتكار. طبقنا سياسة مالية لما عملنا الاحتكار. طب الاحتكار هو ايه يا مستر؟ تقول لي هو سيطرة الدولة على الانتاج. سؤال 27 بيقول قام محمد علي بعدة اجراءات لتغيير اوضاع الحيازة بهدف. حلو قوي. علشان ايه محمد غير اوضاع الحيازة وفرض مزيدا من الضرائب؟ كان بهدف تمهيد لتطبيق نظام الاحتكار، عشان يمهد عشان بعد كده يطبق نظام الاحتكار، مش ضمان الولاء ولا دعم المشروعات السياسية. دي حاجة اقتصادية. نتج عن اهتمام محمد علي بالزراعة في مصر. محمد علي لما اهتم بالزراعة في مصر نتج عنه ايه؟ على طول تزيد الارض. طب تزيد الارض مش دي ولا دي ولا ارتفاع مستوى المعيشة، امال زيادة المساحة المحصولية لارض الدلتا، ان المحاصيل في الدلتا تزيد. استهدف محمد علي من اقامة مصانع حكومية تتبع الدولة مباشرة الى محاولة الاستغناء ولا توفير فرص عمل. قالوا لا، ده مش توفير فرص عمل ولا تكوين طبقة جديدة، امال الإجابة الصح محاولة الاستغناء عن الدول الأوروبية. فعشان كده عمل مصانع عشان يعمل صناعة تكفيه عن الاستيراد، انه ما يستوردش من بره، يبقى محاولة الاستغناء عن المنتجات. أيا من الطبقات التالية جاءت وليدة لسياسة محمد علي الاقتصادية؟ أكيد أنا وأنت وكل الناس عارفة إن هم البدو. مستر البدو دول فين بالظبط؟ هل العلماء والمشايخ، عمال الصناعة، طائف الحرف،
ولا التجار المصريين؟ وهنا بقى تفرمل ونرجع تاني، ما لقيناش البدوة مصر. اقول الاجابه غلط يعني، ولا نقول نوقف الدنيا والدنيا تخرب؟ لا، روح خد حد تاني من الطبقات اللي استفادت اللي ظهرت. هو مين اللي ظهر؟ العلماء والمشايخ؟ لا. التجار المصريين؟ مفيش. طائف الحرف؟ لا. امال عمال الصناعه؟ يبقى طبقه عمال الصناعه، وده دور اول 2025. ركز يا بطل الابطال وشد حيلك، ولو كنت نايم قوم غسل وارجع لي تاني. السؤال هنا بيقول 31 اختفت، ركز معايا، ملامح السياسه الصناعيه في مصر في عهد محمد علي ومينو. اختلفت طبعا في عهدهم. ليه اختلفت؟ هتقول لي علشان مينو ما كانش بيدخل حد معاه في الصناعة غير العمال الفرنسيين. طيب ولكن محمد علي خلى كل الناس تشتغل، يبقى الخلاف او اختلفت ملامح السياسه الصناعيه في مصر في عهد محمد علي ومين. واحد بيخلي الناس تدخل وتشتغل، والتاني رفضهم، يبقى اسمها العناصر الممارسه للنشاط. هناك كانوا فرنسيين وهنا كانوا مصريين ايام محمد علي. السؤال اللي بعد كده رقم 32 وبيقول يكاد ينعقد اجتماع المؤرخ او اجماع المؤرخين على نجاح التجربه الاقتصاديه في عهد محمد علي. طبعا. ليه؟ علشان محمد علي استطاع ان هو يزود الميزان التجاري، واستطاع ان هو يزود الصادرات، واستطاع ان هو يقلل الاستيراد. كل ده عاد على مصر بالنفع. يبقى اقول له من خلال مش تدعيم المكانه خالص، ولكن من خلال علاج مشكله انحراف الميزان التجاري وميزان الصادرات. وده برضو 25 بس دور تاني. السؤال اللي بعد كده بيقول يعد من نتائج تطبيق تداعيات، يعني نتائج او لا، تطبيق سياسة الاحتكار في عهد محمد علي على تجارة الواردات. ايه اللي من التداعيات؟ ايه اللي من نتائج هذا الشيء؟ عد معايا. تراجع شأن الوكالات، ولا اختلال الميزان التجاري، ولا ارتفاع مكانة التاجر المصري؟ واحدة واحدة معايا والله، ولا واحدة من دول. لان من النتائج مش تراجع شأن الوكالات الأجنبية، ومن النتائج برضه مش اختل الميزان التجاري المصري، ولا ارتفاع مكان التاجر عشان ما فيش تاجر يا محمد علي. امال بقى من النتائج اللي فادت الصادرات والواردات انك انت تجيب سلع من بره وتودي سلع جوه، كانت هي الاهتمام بطرق النقل والمواصلات. السؤال اللي بعد كده 34 تعد من العوامل التي ادت الى تغيير الهرم الاجتماعي المصري اثناء حكم محمد علي. الهرم الاجتماعي المصري يعني ايه؟ يعني طبقات اختفت وطبقات ظهرت. طب اللي اختفى ليه؟ واللي ظهر ليه؟ بسبب تطبيق نظام جديد اسمه نظام الاحتكار. يستثنى من نتائج سياسة محمد علي تجاه البدو. محمد علي ليه سياسة تجاه البدو، يستثنى من النتائج بتاعتهم ايه؟ ان هو محمد علي ما راحش اشرك البدو في بعثات خالص. هو وطنهم ماشي، واتاح الفرصه لمصادر دخل جديده لهم، اداهم اراضي زراعيه واشركهم في المجتمع ماشي، والحد من غراتهم عمل كده. لكن ان هو يشتركهم في البعثات يبقى ديت اللي يستثنى، ما عملهاش طبعا. اراد محمد علي ادماج جميع افراد المجتمع المشاركه في بناء الامه من خلال ان هو يوطن البدو. لسه مجاوبين سؤال شبه فوق، يعمل لهم مكان يقعدوا فيه، يعمل لهم بيوت. يبقى من خلال توطين البدو عايز المجتمع كله يبقى كتله واحده. تركزت اهداف التعليم في عهد محمد علي بشكل اساسي لخدمه النواحي. التعليم في عهد محمد علي كان شكله اساسي، الاساس عنده هو عشان يخدم به النواحي السياسيه الثقافيه؟ لا. يخدم به النواحي السياسيه الاجتماعيه برضه؟ لا. امال اللي يخدم بيه الاقتصاديه؟ طبعا اقتصادي، بس مش اقتصاديه واجتماعيه، امال يخدم الاقتصاديه العسكريه. فكان لخدمه نظام الاحتكار، والنظام الاحتكار ده اقتصادي، ولخدمه الجيش، والجيش ده يا ابني ايه؟ عسكري. السؤال اللي بعد كده تسبب السياسه التعليميه في مصر في النص الاول من القرن ال19. السياسه التعليميه ايه اللي حصل؟ عملت عندنا ازدواجيه في الفكر والثقافه. لما محمد علي عمل مدارس عامة ذات طابع مدني تختلف عن المدارس الدينية ذات الطابع الأزهري، يبقى ده اسمه تعميق الاختلافات الفكرية اللي هي الفكر والثقافة. يستثنى من أوجه النقد، يعني مش من النقد. ايه اللي مش من النقد بتاع النظام السياسي في النص الاول من القرن ال19 الميلادي؟ اقول على طول تعدد المجالس والدواوين. ليه؟ لان دي حاجه حلوه، كلما تعددت المجالس والدواوين كان الموضوع حلو. طب يا مستر هتقول لي ما اتعددت والدنيا وحشه ليه؟ ما بقول لك يا ابني محمد علي كان سايب المجالس دي صوريه لا حقيقه لها على ارض الواقع. 40 يعدان وجهين لعمله واحده بالنسبه للسلطه الحاكمه في مصر من حيث الاختصاص. طبعا ايه بقى اللي هما الاتنين ممكن يقوموا بنفس العمل؟ هتقول لي الديوان العالي والمجلس العالي، وده سؤال حفظ صرف. السؤال اللي بعد كده بيقول لي
يدل إنشاء محمد علي في أواخر حكمه 3 مجالس جديدة. على إيه؟ إن هو أنشأ 3 مجالس. الكلام ده بقى بيدللك أنت على إيه؟ تقول لي يدلل لي عن الدولة كبرت، فكبرت وعمل فتوحات في الحجاز، في الشام، في شبه الجزيرة العربية كاملة ما عدا الجزء من اليمن، وفي بس السودان. كل ده بس توسع شؤون الدولة. أراد محمد علي إعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر من خلال إيه؟ من خلال إن محمد علي علشان يعمل بناء، أو يعمل بلاش بناء، دي هيكلة للنظام الضريبي اللي كان موجود في مصر، لازم يغير قسمها الإداري. إزاي؟ فاكر أنت لما كنا بنقول إن محمد علي قسم مصر إلى مديريات وجعل المديريات دي متساوية، وسألنا يا جماعة أنت ليه عملت مصر 7 مديريات؟ قال لي علشان يساوي بينهما في جمع الضرائب. يبقى هو اعاده هيكله النظام الضريبي اللي هو الضرائب كان بتغيير التقسيم الاداري للقطر المصري. تدل اضافه محمد علي بعض الخدمات، ماشي يا مستر، القضائيه الى ديوان الخديوي. ايه اللي يدخل بعض الحاجات القضائيه لديوان الخديوي؟ ده محمد علي ده حاكم ويدخل حاجات الاختصاصات لديوان، يبقى اذا هنا الحاكم تدخل في الديوان، يبقى هنا مفيش فصل بين السلطات، يبقى عدم الفصل بين السلطات. يدل انشاء محمد علي لجمعيه الحقانيه على انه عايز يحارب كبار الموظفين. من دي الحقانيه؟ يبقى من اجل محاربه الفساد وتطبيق القانون. السؤال اللي بعد كده: اتاح لممثلي اهل المهنه الواحده في مصر ان يلعبوا دورا في الفصل فيما ينشأ بينهم من خلافات. دول أهل المهنة الواحدة. تنطبق هذه العبارة على مين يا باشا؟ اللي كان العناصر المتمردة بالجيش، ولا جمعية الحقانية، ولا لا، أنا هنا هاخد مجلس التجار. ليه؟ إن مجلس التجار يختص بمحاكمة التجار، ودول أهل المهنة الواحدة. السؤال اللي بعد كده: استفاد محمد علي من تجاربه السابقة في إعادة ضباط او في اعداد الضباط، وظهر ذلك من خلال ايه يا مستر؟ تقول لي من خلال اعداد الجنود. ما هو بقى معاد الضباط وتمردوا عليه وكادوا يقتلوه، فابتعد بقى وهو بيعمل الجنود، فابتعد عن تجنيد الارناؤوط والالبان لكثره ثورتهم عليه، يبقى هو تعلم من اخطائه. سؤال 47: تعد الحروب الوهابيه نقطه فاصله في عهد محمد علي، حيث كانت بداية النهاية لإيه؟ الحروب الوهابية بداية النهاية للجنود اللي كان بيقودها، اللي هي كان غير نظامية، يبقى العناصر المتمردة في الجيش. ليه؟ لأن بعد الحركة الوهابية محمد علي بدأ يفكر في إنشاء جيش وقوة عسكرية، يبقى قوة عسكرية نظامية. الكلام ده يبقى أنهى على العناصر المتمردة في الجيش. سؤال 48: قال لي توجد علاقة بين إنشاء محمد علي للأسطول المصري عام 1811 أيوة وإيه هتروح أو 1810 آسف، هتقول وظهور حركات الانفصال في الدولة العثمانية. ليه يا عم الحاج؟ حركات الانفصال في الدولة العثمانية في الفترة دي ظهرت سنة 1811، هي الحركة الوهابية. طب محمد علي هيروح ازاي؟ مش هياخدها عوم هو والجنود بتوعه، فأمر بإنشاء الأسطول اللي تم إنشاؤه سنة 1810. أراد محمد علي إكمال الرابطة العربية لمواجهة الرابطة العثمانية من خلال إيه يا مستر؟ واللي من خلال ان هو يصل الى حدود الاناضول، يعني من الاخر ياخد الشام. ما هو خد الشام ووصل الى ادنى اللي هي مفتاح الزحف الى الاستانة اللي هي الدولة العثمانية ذات نفسها، يبقى الوصول الى حدود الاناضول. السؤال اللي بعد كده رقم 50 بيقول: من خلال تحليلك لمجمل شكل العلاقة بين محمد علي والدولة العثمانية يتضح أنها كل شوية مشاكل وخناقات، يتصالحوا يتخانقوا يتصالحوا يتخانقوا، يبقى هذه العلاقة علاقة قذرة لا تسير على وتيرة واحدة. السؤال رقم 51 بيقول: يتوقع إذا أحجم يعني امتنع محمد علي على خوض حروبه في الجزيرة العربية، لو ما حاربش حروب في الجزيرة العربية إيه اللي هيحصل؟ كانت الدولة الوهابية انفصلت عن الدولة العثمانية. يعني إيه برضو؟ يعني تخرج بعض المناطق العثمانية عن السيطرة. السؤال 52 بيقول لي: ترتب على مساندة محمد علي السلطان العثماني في إعادة او في يعني في اعاده السيطره على احدى مناطق نفوذ المنطقه العربيه. الكلام ده مسانده محمد علي للسلطان في اعاده السيطره على احدى النفوذ العربيه من خلال ايه؟ هترد تقول لي يا مستر السؤال ده ما ينفعش غير ان محمد علي في الفتره دي كان اكتسب مكانه دينيه. مكانه دينيه يعني مكانه من السلطان ذات نفسه، يبقى اكتسابه محمد علي مكانه دينيه كان هو مما ترتب عليه عقد او ساندة محمد علي للسلطان. السؤال اللي بعد كده: بدأت الدول الأوروبية تتعامل مع محمد علي على اعتبار
ان محمد علي او ان مصر دولة صاحبة قرار؟ لسه حلين السؤال ده قبل كده. امتى مصر كانت دولة صاحبة القرار؟ تقول لي بعد حرب المورة. طب حرب المورة مش موجودة هنا، اقول لك لا موجودة، بعد التفاوض معه لانهاء حرب اليونان. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تفهم محمد علي اهمية موقع مصر الجغرافي اي الوقائع التاريخية تؤكد ذلك؟ بص يا باشا، ان هو فهم ان مصر موقعها الجغرافي متميز، وموقعها الجغرافي موقع جيد جدا. طيب هذا التفهم من خلال ان خلى موقع مصر محور وتخطيط في خلال حروبه اللي خدها بعد كده برغباته، فنزل خد السودان وراح خد الشام، يبقى الكلام ده موقع مصر اغراه بتخطيطه وخوض بعض الحروب برغبته. سؤال 55، تمثلت اخر خطوات محمد علي في القضاء على المماليك؟ اخر خطوه ان ما عادش يبقى في مماليك من اصله، كان من خلال ايه يا مستر؟ هتقول واحده واحده كده. من خلال انه راح طردهم في السودان وطردهم من مدينة دنقلة في السودان. طبعا دنقلة في السودان مش موجودة، دنقلة في السودان مش موجودة، لا موجودة. توسعاته لخدمة المجال الحيوي جنوبا، المجال الحيوي جنوبا يعني السودان، هيروح يعمل توسعات هناك يعني يطرد المماليك من السودان. سؤال 56، حقق محمد علي بعد فتح السودان ترسيخ فكرة المساواة بين أبناء وادي النيل، ان هو رسخ فكرة المساواة بين أبناء وادي النيل اللي هو الوطن الواحد، يعني من خلال تقسيم السودان مديريات، ولا من خلال ولا دي لا تعيين حاكم دار ولا هيقسم السودان الى مديريات؟ ليه؟ دي مش مساواه. ولكن المساواه لما خد جنود وراح صرف عليهم واداهم منحه وبعتهم في الخارج، يبقى من اجل ارسال السودانيين في بعثه للخارج. تعددت اهداف محمد علي من التوسع جهة الجنوب. هدف محمد علي في الجنوب مش متابعة المماليك الفارين بس، لا، الحاجات التانية بقى، يبحث عن مناجم الذهب والماس ومش عارف يعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه. طيب الفكرة هنا مناجم الذهب والماس ومنابع نهر النيل وكل الحاجات اللي محمد راحها ديت كانت لدعم الاقتصاد المصري، ان هو يقوي بيها الاقتصاد المصري. السؤال اللي بعد كده، تعلل محمد علي للسلطان العثماني بحجه قويه لرغبته في ضم الشام. يعني قال له حجه قويه، من اقوى الحجج اللي هو قالها له انما تديني الشام يا عم مقابل مبلغ من المال، فرفض. طب ما ايه رايك تديني الشام عشان احارب لك الوهابيين؟ لما قال له ان انا عايز احارب الوهابيين ولازم اخد الشام، فالسلطان برضه رفض. يبقى من اجل اخماد الحركه الوهابيه اللي هي الحركه العسكريه المعاديه للعثمانيين، دي الحركه الوهابيه. السؤال اللي بعد كده 59 بيقول من خلال تحليلك للخريطه التي امامك، ماشي يا عم، ايه اللي هيحصل؟ استنتج العامل الرئيسي الذي مكن محمد علي من الوصول للمرحله الاخيره في توسعاته. محمد علي كان عنده نظام الاحتكار. طيب ونظام الاحتكار وفر لمحمد علي اقتصاد قوي، يبقى انا هاخد وجود نظام اقتصاد تنموي قادر على الحرب وقادر على الحاجات اللي محمد علي عملها بعد كده. يتضح من الاسباب الظاهريه اللي ظهر من بره كده لتحرك محمد علي لضم الشام، خلي محمد علي يروح يضم الشام، وكان يجب ان تتوقف بعد نجاحه في الاستيلاء على مدينه ايه؟ تقول لي على مدينه حكه. مش انت رايح للشام يا عم؟ وقلت لمطارده الفلاحين الهاربين الى حكه، خدت حكه يابا. طب ليه تكمل؟ يبقى اذا يتضح من الاسباب الظاهريه تحرك محمد علي ضم الشام كان لازم يقف عند عكا وما يكملش عشان ما يفتحش عليه الدول الاوروبيه ولا يفتح عليه السلطان العثماني. تشابه الدور الحضاري المصري في بعض بلدان القاره الافريقيه. تاني، تشابه الدور الحضاري المصري في بعض بلدان القاره الافريقيه في عهد محمد علي والخديوي اسماعيل. فانا عايز وجه شبه بين محمد علي وبين الخديوي اسماعيل، هما الاثنين عملوا حاجه متشابهه. هما الاثنين جابوا محاصيل من هناك، فهما الاثنين قاموا بزراعه الاراضي بمحاصيل زي الخضروات والفواكه، مش ارسال القبائل الى بعثات اوروبيه. ده واحد عملهم الثاني ما عملهاش، ولا تقديم المنح التعليميه دي اسماعيل اللي عملها بس مش محمد علي. السؤال رقم 103، يستدل من الاوامر التي امامك، بص، من خديوي مصر الى محافظ الاقاليم لسه حللنا، تمهيد الطرق والتأليف بين الأهالي وتوطيد الأمن، كل ده يا باشا دور أول 2025. يستدل منهم إيه؟ تقول لي يستدل إيمان مصر بدورها الحضاري في قارة أفريقيا، إن مصر كان عندها إيمان بدور الحضاري في قارة أفريقيا. ليه؟ لأن قارة أفريقيا والسودان دي في يوم من الأيام وبعض أجزاء من الحبشة كانت تابعة للإدارة المصرية، فأمرهم إن هم يمهدوا الطرق ويحفظوا الأهالي والكلام ده كله. فاللي بعد كده أسهمت الإدارة المصرية في تقليل حالة الصقر في القرن الأفريقي. دور تاني 25 ياض ركز، تقول لي من خلال إن إحنا رحنا في القرن الأفريقي إن حالة الصقر كان كل شوية واحد يقتل واحد تاني يقتل له واحد وهكذا الدنيا.
فاسماعيل خديوي اسماعيل امر ان هم يروحوا يدفعوا ديات القتلى. يبقى اذا مش الفصل بين القبائل المتنازعه ولا اجبارهم، امال ايه؟ دفع ديات القتلى لارضاء اهالي القتيل. السؤال اللي بعد كده 105 بيقول لي نتج عن تطبيق محمد علي لنظامه الاقتصادي الجديد في التجاره اللي هو نظام الاحتكار والسيطرة، ان هو حرم المنتجين الزراعيين من تسويق منتجاتهم، مش تدهور المكانة الاجتماعية للبدو ولا ظهور الطبقات لان ظهرت، ولا ازدياد نشاط التجار الاجانب لان هو التاجر الوحيد في مصر. وبكده يا بطل الابطال يبقى احنا وصلنا للي انا وعدتكم به، نهاية الفصل الثاني من كتاب الامتحان، ورجعنا على الفصل الثاني من كتاب المصدر. اتمنى بجد انك ما تنسانيش بدعوة حلوة، وانك تدعمني بلايك، لان ده بيحفزني جدا ان انا اكمل بقية الفيديوهات وبقية المراجعة اللي انا وعدتك بيها. وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان. وشكرا لكم على حسن الاستماع. ونفسي تذاكر، تدعي لي دعوة حلوة كده، خليك فاكر انك مع القيصر اكيد لازم تسيطر. ربنا يوفقكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.